انت بتتمرن بقالك سنتين وملتزم بنسبة 90% وما بتتطورش، مع ان صحابك اللي بيتمرنوا معاك بيتطوروا زي التحولات اللي انت بتشوفها 3 شهور و6 شهور والكلام ده. هل تاخد كرياتين ولا ما تاخدش كرياتين؟ اولا انت مشكلتك مش في الكرياتين، دي اول حاجة عشان نخلص من القصة دي. الكرياتين معمول له بروفا جامدة، وكرياتين كرياتين كرياتين معظم الناس بتجيبه وهي مش محتاجاه اصلا. هتسمع من ناس كتير انك لازم تجيب كرياتين، ولكنك مش شرط تجيب كرياتين كونك شخص مبتدئ، كونك شخص سنك مش معدي 18 سنه، فانت مش محتاج. قبل ما تيجي تقول انا بتمرن وما بتطورش لازم تكون متابع كويس الحاجات اللي هقول لك عليها دي. رقم واحد، بتتمرن ببرنامج تدريبي مناسب ليك بشده مظبوطه ومناسبه لهدفك. اتنين، هل ملتزم بنظام غذائي بيحتوي على جميع العناصر الغذائيه اللي جسمك محتاجها. تلاتة، هل عندك نقص في الفيتامين والمعادن. أربعة، هل محافظ على عاداتك، يعني بتنام بالليل، بتصحى بدري، تنام على الاقل 7 ساعات، تشرب ميه كويس، هل كل ده عامله صح؟ النقطه التانية اللي عايز اكلمك فيها، انت بتقول صحابي بيتطوروا وانا مش بشوف التطور اللي هم بيتطوروه. ذكرت في كذا فيديو قبل كده ان التطور بيختلف من شخص لاخر، لان جيناتنا مش واحد واجسامنا مختلفه، وكل واحد ليه نسبه في التطور. يعني ايه؟ يعني في واحد يعرف يضخم بسهوله جدا بس ما يعرفش ينشف بسهوله، وفي واحد جسمه ناشف بس ما يعرفش يزيد بسهوله، وفي واحد ما بين البنين يعرف يضخم بسهوله وينشف بسهوله. فكل واحد حسب طبيعه جسمه، والنقطه دي هتتحل ببرنامج متكامل من تغذيه وتمرين وفيتامين ومعادن وتظبيط العادات وكل الكلام ده. فحتى موضوع الجينات انت هتتطور. كونك بتقول انك بتتمرن بقالك سنتين ملتزم بنسبه 90% وتشوفش تطور، فانت عندك مشكله في الحاجات اللي ذكرتها لك. النقطه اللي عايزك تاخد بالك منها، انت ممكن تكون بتاكل كويس وبتتمرن كويس ومظبط عاداتك، ولكن عندك نقص في الفيتامين والمعادن، جسمك مش عارف يستفيد من العناصر الغذائيه اللي انت بتاخدها. الحاجات دي لو اتظبطت انت هتشوف تطور مرضي جدا. فلو عايز نصيحه مني لله، ركز في الحته دي. عايز تستثمر بجد، عايز توصل نتائج بجد، استثمر في مدرب بيتقي الله. ولما اقول لك مدرب دي تحط لي تحتها 5000 خط، لان مدربين كتير بس المدربين اللي بتتقي الله معدوده. ليه؟ في مدربين بتبعت للعيبه كوبي بيست، برامج كوبي بيست جاهزه، 3 4 برامج بيغيروا فيهم للناس، ما بيشتغلش مع العميل حسب جيناته، حسب شكله، حسب هيئته، حسب محتاج يهتم بايه وكل الكلام ده. رقم اتنين، في ناس مش مدربين اصلا بتسمع شويه معلومات من المدربين وبتبدا تنزل محتوى على اساس ان هم مدربين وهم مش مدربين، وبيسرقوا برامج تدريبيه نازله مجانيا وبياخدوها يصمموها وينزلوها باسمهم. يعني من ضمن المواقف اللي حصلت معايا، الموقف ده حصل معايا، انا منزل برنامجين تمرين على السوشيال ميديا عندي، المدربين سرقوا البرامج بنفس ما هي متصممه بنفس كل حاجه، وبداوا يبيعوها للشباب. طبعا بيطلع بقى يقول لك ايه، تدريب 100 سنه ب 200 جنيه. فاهمني؟ هو مش تعبان في البرنامج، انا منزل البرنامج مجاني، لا هو خد البرنامج وبعته للعملاء. فعشان تتطور لازم تكون فيها مثلث العضلات. مثلث العضلات ايه؟ تغذيه، تمرين، راحه. والراحه دي بتندرج تحت بندين، راحه نفسيه وراحه جسديه. حاول تشوف الراحه اللي مناسبه اللي تعرف تريحها لنفسك، عشان الناس كلها تعبانه نفسيا. كونك بتتمرن الفتره دي ب 90% زي ما انت بتقول وما بتتطورش، فانت عندك مشكله ولازم لها مدرب. عشان اجيب لك الخلاصه، النصائح اللي على السوشيال ميديا مش هتنفعك تماما ومش هتوصلك لنتيجه. في ناس بتقول لك ان التدريب ما فيهوش اسرار، لا في اسرار، ده اللي ما حدش هيقوله لك. الموضوع مش فكره كل كارب وبروتين وخلاص، الموضوع ان فكره المدرب انه يكون معاك عارف انت محتاج تركز على ايه، عارف انت تقدر تتحمل برنامج تدريبي عامل ازاي، عارف ازاي يتعامل مع جسمك. دي من الناحيه التدريبيه. هنيجي من الناحيه الغذائيه، عارف ياكلك ازاي، عارف انت محتاج فيتامين معادن ولا لا. النقطه الاخيره، عارف عاداتك وبيعرف يتعامل معاك عشان تظبط عاداتك. ده اللي بيوصل الناس لنتائج. فالمدرب ليه دور كبير جدا، وبقول لك الكلام ده لله، مش بقول لك عشان تشترك معايا ولا عشان بروج لك ولا الكلام ده. روح اشترك مع المدرب اللي انت تحبه واللي انت بتفضله ايا كان، حتى لو مش انا، خد المعلومه واشترك مع المدرب اللي انت بتحبه. فاهمني؟ استثمر في مدرب. وفي نقطه عايز اقول لك عليها بمناسبه الفيتامين والمعادن، اكيد سؤال هيدور في بالك دلوقتي اللي هو ايه، طب ما انا لو باكل كويس اكيد ما عنديش نقص فيتامين ومعادن. لا، انت ممكن تكون بتاكل كويس بس مهمل في السلطه والخضار، فيبقى عندك نقص فيتامين ومعادن برضه. وفي فيتامينات اصلا عندنا بتكون قليله فبنضطر ناخدها من مصدر خارجي. لكن انت مشكلتك مش في الكرياتين، الكرياتين معمول له بروباجندا ولازم ولازم ولازم. لا عادي، بنعرف نبني عضلات من غير كرياتين. وانا واحد من الناس بستخدم مكملات ولكن مش على طول، وذكرت الكلام ده في كذا فيديو. بستخدم مكملات في فترات معينه لكن مش على طول، وكتير بقعد مده طويله جدا اتمرن بالتغذيه والتمرين بس. فاستثمر مع مدرب عشان توصل لنتيجه. بس كده، معلش الفيديو كان طويل بس انا كنت حابب اوضح لك كل حاجه. صباحك فل، سلام.